المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد. نبدأها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حملة تطبيب العيون في إقليم عنسبة، استعدادات للتطعيم الصحي في القشبركة، تغييم أنشطة جمعية المعاقين في الجنوبي، ماكرون لأمريكا وإيران تحليا بشجاعة لبناء السلام، جونسون في طريقه لبريطانيا لمواجهة البرلمان مع تفاقم فوضى الخروج، وزارة الخارجية الصينية الأكاذيب الأمريكية بشأن شينجيانغ ستتهاوى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تقوم وزارة الصحة بحملة واسعة بالتعاون مع الشركاء لتطبيب العيون وخاصة زرقاء العين في إقليم عنسبة. وقد قامت الوزارة بالتعاون مع فريق البصر السوداني لطب العيون بعمليات جراحية في مستشفى كرم من 18 وحتى 23 سبتمبر ل 414 مواطن، بينهم 6 أطفال تحت سن 14. وقال مدير فريق أطباء البصر البروفيسور محمد نور حسن أن العمل كان استثنائيا من حيث التنظيم والتنسيق والسرعة، موضحا تنفيذ أعمال ناجعة لخلق وزارة الصحة مناخ العمل الملائم نتيجة الاستعدادات المسبقة التي قامت بها، وأعرب عن الارتياح لتمكين أشخاص مصابين بالعمى ل10 سنوات الاستفادة من الفرصة. وذكر مسؤول طب العيون في مستشفى كرن الممرض كحساي سيوم أن الخطة التي تستمر حتى عام 2020 تستهدف خفض العمى ل80%. وأوضح أن العمليات الجراحية المعروفة بفيكو لزرقة العين التي جرت بالشعاع خلقت فرص كبيرة لنقل التقانة وتبادل الخبرات. وقدمت محاضرات خلال الحملة الطبية التي استمرت ل6 أيام حول استخدام الأدوية وتقديم الأدوية والنظارات للمرضى. وأفاد مسؤول مكافحة الأمراض غير المعدية في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد ميكائيل تخلاي أن وزارة الصحة تعمل بمنح الاهتمام لأمراض زرقة العين والجلاكوما المسبب الرئيسي للعمى، وتجري أعمال التشخيص في المناطق البعيدة لإنجاح الهدف. ويجري فريق أطباء البصر العمليات الجراحية للمرة الثالثة هذا العام في مستشفى كرن. يقوم مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبركة بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض السحائي شهري نوفمبر وديسمبر القادمين في الإقليم. وأوضح مدير المكتب الدكتور حيالوم كيداني في اللقاء الذي جرى مع كبار المسؤولين في الإقليم يوم 24 سبتمبر بمدينة بارنتو وجود برنامج لتطعيم أكثر من 750 ألف مواطن من عمر السنة وحتى 30 سنة. وتجري أنشطة التأهيل الكادر الصحي والتوعية الشعبية وتوفير اللوازم والتجهيزات لإنجاح الحملة. من جانبه أوضح مسؤول الصحة الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة في المكتب السيد برهان أبرهة أن العمل يجري لتكرار الإنجاز الذي تحقق في التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والربيلة في تطعيم الصحي. وأكد حاكم إقليم القشبركة بأن إدارة الإقليم ستعمل بكل المستطاع بتنسيق قدراتها لإنجاح البرنامج. وسيقدم التطعيم أيضا لأعضاء قوات الدفاع وقوات الأمن والمتدربين في استوى الموجودين في العمر المذكور. كما سيقدم فيتامين ألف للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات إلى جانب تطعيم الصحي. بحث حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلي لبسو سير البرامج التنموية مع ممثلي السكان والمؤسسات الحكومية في مديرية قندع. وأوضح العمل الجاري لحل الإشكالية أو إشكالية مياه الشرب في مدينة قندع واتخاذ المبادرة لشق طريق فلفل سلمونة، داعيا المواطنين المساهمة لإسراع العمل. وأشار إلى أن الأطفال يحرمون من التعليم والحوامل من الخدمات الصحية بسبب حياة الترحال، داعيين المواطنين للتجمع وتسيير حياة مستقرة لضمان تطورهم وتطور أبنائهم. وحول التنمية الزراعية أوضح العميد تخلي لبسو انطلاق أنشطة التنمية الواسعة لزراعة النخيل على مستوى الإقليم، ويتطلب تضافر جهود السكان والمؤسسات العامة لإنجاحه وتوسيعه.
وأوضح المجتمعون أن حياة الاستقرار تأتي بالانتقال إلى الزراعة، موصين لتوزيع الأراضي الواسعة في قحتلاي وإيجاد وقود الحطب البديل لإدخال قندع في دائرة المحمية. بحثت جمعية معاقي الحرب في الاجتماع الذي عقدته لأعضائها في 12 مديرية بالإقليم الجنوبي الأنشطة التي قامت بها في السنوات ال13 الماضية على مستوى البلاد لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمعاقي الحرب. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو في الاجتماعات التي عقدت في المديريات تقديم الدعم المهني والاقتصادي لتمكين المعاقين، وذكر تقديم القروض والتدريب لتربية الحيوانات، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه فروع الجمعية والمواطنين المهتمين في الخارج لمساعدة الجمعية. من جانبه أوضح مسؤول جمعية معاقي الحرب في الإقليم الجنوبي السيد فالدات منغستو أن المعاقين الناشطين في الأعمال التجارية والزراعية نتيجة الفرص التي خلقتها الجمعية يحققون تطورا مشهودا. وطالب المجتمعون لتخفيض نسبة الفوائد في القروض المقدمة والاهتمام الخاص بذوي الإعاقة القوية والسماح لاستخدام الأراضي الزراعية. نظمت أنشطة توعوية في جميع ضواحي مديرية بارنتو لتقوية العملية التعليمية وزيادة المشاركة في التعليم. ودعا مدير المديرية السيد أوريليو جاكامينو العمل للتعرف على أسباب انخفاض عدد الطلاب ومدراء الضواحي توعية المجتمع للحد من مقاطعة التعليم. من جانبه دعا مدير ضاحية داسة السيد علي الجماعي المواطنين التعاون لإرسال الأبناء إلى التعليم. وأوضحت المشرفة التربوية الأستاذة هانا ماورو وجود 10 رياض أطفال و20 مدرسة ابتدائية و4 ابتدائية ومتوسطة ومدرستين متوسطتين وثانوية، إضافة إلى 3 مدارس للأطفال من عمر 9 وحتى 14 الذين لم ينضموا إلى التعليم في العمر المحدد. وأشارت إلى وجود أكثر من 9800 طفل لم يذهبوا إلى المدرسة في العمر التعليمي حسب الدراسة التي أجريت، ويتوقع انضمام 30% منهم إلى التعليم هذا العام. وطالب الاجتماع قيام لجان التعليم المتابعة الجيدة وحل نواقص لوازم التعليم وفتح مدارس إضافية في المناطق البعيدة وبذل الجهود المكثفة للحد من مقاطعة التعليم دون أسباب مقنعة، مؤكدين العمل لتحسين أوضاع التعليم. نظم شرطة مديرية صالونة سيمينارا لرفع الوعي بالقانون ومكافحة الجريمة بالتعاون مع إدارات بلدة صالونة ودبة فانوس ودب وغوبيلي. وأوضح قائد مركز شرطة صالونة الرقيب عثمان فكاك أن الأسرة أساس القيم السمحة، داعيا الأسرة تعزيز دورها لإزالة الظواهر السلبية التي تطرأ بين الحين والآخر. وأشار إلى أن متابعة الأبناء ومعرفة التغيرات في طباعهم وحلها يساعد كثيرا لمكافحة الجرائم، وأن المعلومات السريعة للشرطة تسهم لدار الجريمة. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجريمة الرقيب عبد الله علي لتعزيز الشرطة الأهلية للسيطرة على الجريمة القليلة جدا وإبداع المجتمع الاهتمام للحد من الحوادث الطبيعية ومن صنع الإنسان. وأكد المشاركون للتعاون لإنجاح مهام الشرطة وفتح نقاط الشرطة في المناطق ذات الكثافة السكانية، وذلك لوجود مركز الشرطة واحد فقط في صالونة. من ناحية ثانية عقدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية صالونة السيدة صالحة محمد برهان سيمينار في دبة فانوس ودب وغوبيلي حول العادات الضارة عامة وزواج القاصرات وتأثيره خاصة. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الأريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. ذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الثلاثاء أنه ينبغي للولايات المتحدة وإيران التحلي بقدر من الشجاعة من أجل بناء السلام، وحثهما والقوى الكبرى على التفاوض لتجنب نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وقال ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة: الهجمات على السعودية غيرت الوضع، الخطر اليوم هو أن تتفجر الأمور بسبب إساءة تقدير أو رد غير مناسب.
وأضاف: حان الوقت أكثر من ذي قبل لاستئناف المفاوضات بين إيران وأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي والقوى الإقليمية المعنية. وقال إنه ليس ساذجا ولا يؤمن بالمعجزات، لكن الوقت حان لبناء السلام. وأضاف: يحتاج بناء السلام للتحلي بالشجاعة، مضيفا أنه سيواصل الجهود التي بذلها في الآونة الأخيرة لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات. استقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الطائرة عائدا إلى بلاده يوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني، فيما لا تلوح في الأفق أي نهاية لمعدلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجونسون عازم على إخراج بريطانيا من التكتل يوم 31 من أكتوبر تشرين الأول، سواء باتفاق أو بغير اتفاق. لكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بنفس القدر على درء سيناريو الخروج دون اتفاق. ويستأنف مجلس العموم جلساته صباح يوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس لمدة 5 أسابيع غير قانوني، ومن ثم فهو قرار باطل ولاغ. ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة، في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج، ويبدو أنه متردد إزاء بدء التحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة جونسون عن المشهد. وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال يوم الأربعاء إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. لكن مفوضين من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه لم يقدم أي اقتراحات جديدة بمقدورها كسر الجمود الذي يكتنف كيفية إدارة الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة بعد الخروج من التكتل. قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إنها تعارض بشدة الأكاذيب الأمريكية بعدما أفادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في التنديد بما وصفته بأنه حملة قمع مرعبة ضد المسلمين في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، وذلك في مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال جانغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية في بكين: ستتهاوى الأكاذيب الأمريكية أمام الوقائع والحقيقة. وكان جون سوليفان مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد قال في المؤتمر يوم الثلاثاء إنه تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مسؤولية فريدة في أن تتحدث عندما يحكي نتائج بعد نتائج عن فظائع قمع الدولة في الصين، مشيرا إلى انتهاكات ضد الويغور وغيرهم من المسلمين. وقال سوليفان إن على الدول الأعضاء ضمان مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين عن كثب. وأضاف أنه يتعين أن تسعى الأمم المتحدة إلى أن يكون للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إمكانية الوصول العاجل الذي لا تقف في طريقه عقبات ولا يخضع لرقابة إلى شينجيانغ. اختيرت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غرينا تومبري يوم الأربعاء ضمن 4 فائزين بجائزة رايت ليفلهود المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة. وقالت مؤسسة رايت ليفلهود المانحة للجائزة في بيان إن تومبري فازت بالجائزة بفضل المطالب السياسية الملهمة والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ يعكس الحقائق العلمية. وانتقدت تومبر البالغة من العمر 16 عاما زعماء العالم يوم الاثنين قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، وذلك خلال كلمة ألقتها في مستهل قمة للمناخ في الأمم المتحدة في نيويورك. كانت تومبري بدأت احتجاجات فردية أسبوعية أمام البرلمان السويدي قبل عام، وألهمت ملايين الشباب للنزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من العالم يوم الجمعة لمطالبة الحكومات المشاركة في القمة بالتحرك العاجل.
وتقاسمت تومبر الجائزة مع دافي كوبيناوا وهو من السكان الأصليين في البرازيل، وأمين حيدر الناشط المدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقالت المؤسسة في بيانها: نكرم من خلال جائزة رايت ليفليهود لعام 2019 4 من أصحاب الرؤى العملية الذين مكنت قيادتهم الملايين من الدفاع عن حقوقهم الأصيلة والسعي نحو مستقبل ملائم لمعيشة الجميع على كوكب الأرض. وسيحصل كل من الفائزين الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 1,000,000 كورونا سويدية، أي 103,000 دولار. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.